يا مساء السعادة وسكر زيادة على عينك يا ست الكل، وأهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوة أكلنا. لو أول مرة تشوفيني يا ست الكل، أنا اسمي نادية الحديدي، وأتمنى طبعا تشتركي عندي في القناة. بما إن أنا ما حضرتش معاكم العيد ولا عملت معاكم وصفات العيد الخطيرة، لأني كنت مسافرة قبل العيد بشوية، فقررت إن أعمل كل الوصفات الحلوة دي معاكم دلوقتي في 6 دقايق بس. تعالوا بقى نشوف الوصفات بتاعتنا الخطيرة دي هنعملها ازاي. انا عارفة انه مش وقتها وخلاص الموضوع خلص، بس ما يضرش، انا عملتها وحبيت ان انا اشاركها معاكم. اول حاجة الكفتة، جبنا نص كيلو من اللحمة المفرومة وعليها فص ثوم، وعندي بصلاية مبشورة ومعصورة من المية بتاعتها كويس جدا، وبقسماط ناعم، وبقدونس وملح وفلفل وشطة وبابريكا وحبهان مطحون، وكمان عليهم بهارات او شوية بهارات لحمة صغيرين. وكل ده مع بعضه بقى تسمغيه كويس جدا. بعد كده هعمل شوية منها كور صغيرة، والباقي هعمله زي ما انتم شايفين كفتة حياتي عادية خالص، وهنصبحها بمية البصل اللي احنا كنا عصرانها. اول حاجة هنشوي اللحمة بتاعتنا في الطاسة عادي جدا كأنه جريل، مفيش اي مشكلة. هناخد الكفتة هنشويها على الطاسة زي ما انتم شايفين، او على الجريل زي ما تحبي. لما تاخد اللون الحلو دوت، وزي ما انتم شايفين ولا بتروح يمين ولا شمال، ماسكه نفسها، لو مشيتي بنفس الخطوات هتنزلي بشويه الكفته اللي احنا كنا عاملينهم كور صغيره دول. وبعد ما ياخدوا اللون الحلو هتنزلي كمان بالكبده بتاعتك، تاخد الشكل او اللون الحلو بتاع الكبده، وهتنزلي عليها بملح وفلفل وشطه وشويه بابريكا صغيرين وحبهان مطحون. هتقلبي كل ده مع بعضه، وبعد كده تنزلي فص ثوم خطير كده في النص، وهتحطي عليه بعد ما ياخد صدمه كده مع الزيت او السمنه اللي عندنا بعصره ليمون او خل. وما دام عندنا ليمون يعني مش حاجه صناعيه، فحطي ليمون. مكعب زبده بقى او سمنه بلدي كده يا سلام، عشان تديك الريحه التمام والطعم الخطير. وبعد كده تنزلي عليها في الاخر كده ببصله وفلفلايه خضره كده وشويه البقدونس هنرشهم في الاخر خالص. الوصفه خلصت، الوصفه خلصت، كفته وكبده زي الفل. تعالوا بينا نشوف الوصفة التانية، وألا وهي الفتة الخطيرة يا جماعة. هنجيب المادة الدهنية ولازم تكون سخنة جدا، هتنزلي عليها بقطع اللحمة بتاعتك، وبعد كده تسيبيها لغاية لما تتشمع كويس. يعني ايه تتشمع؟ يعني تاخد لون من كل النواحي علشان ما تنزلش العصارة بتاعتها الحلوة دي. تنزلي عليها بشوية فلفل أسمر وبصلاية وجزراية وطماطماية وورق لورا وحبهان. ما تحطيش الملح دلوقتي، حطي في الآخر. هنعمل بقى الرز بتاع الفتة. عارفه ان الكل هيقعد يقول لي الفته بتتعمل برز ابيض، بس انا بحبها بالشعريه. بسيطه، عايزه تعمليها رز ابيض اعمليها، عايزه تعمليها رز بشعريه اعمليه براحتك خالص. شويه الرز الخضار اللي احنا بنعملهم دول، هتحطي الميه، طبعا كوبايه الرز عليها كوبايه ميه. تعالوا بقى نعمل الصلصه بتاعه الفته. تومه هنديها صدمه حلوه كده، وتنزلي عليها بشويه خل، وتقفلي عليها الغطا بسرعه عشان ما تعطش الدنيا والبوتاجاز بتاعك يتبهدل. هتنزلي عليها بعد كده بالصلصه وملح وفلفل وشطه، وكمان شويه سكر صغيرين عشان يعادلوا الحموضه بتاعه الصلصه. بالنسبه للعيش هتقطعيه مكعبات صغيره، هتحطيه في الصينيه وتحطيه في الفرن لغايه لما يتحمص. قبل ما تحطيه في الفرن تحطي عليه بشويه زيت صغيرين كده عشان خاطر يتحمص كويس. بعد كده تعالوا نعمل الطشه بتاعه الشوربه. حته زبده، تومه، ما بحطش عليها اكتر من كده حاجه، ولا كزبره ولا اي حاجه، احنا ما بنعملش ملوخيه. بعد كده هتطشي التومه دي على الشوربه، وده اللي هنسقي بيها الفته بتاعتنا. تعالوا بقى، اول حاجه هتحطي العيش بتاعك المحمص، وعليه كبشه صغيره كده من الشوربه وشويه من من الصلصه. مش عايزاه يتهري او يطرى قوي، انا عايزه اكل يبقى فيه قرمشه بسيطه كده في العيش مع الرز اللي هو الطري، فيبقى الطعم خطير. وحطي طبعا بوله من الشوربه جنب الاكل، اللي عايز يزود يزود. خلصنا الفته، كان طعمها خطير. تعالوا بقى نعمل شويه رقاق حلوين كده، طعمهم حلو، مقرمشين من بره وطريه وطريه ودايبه من جوه. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هنجيب الطاسه بتاعتنا الخطيره دي، ونحط فيها ماده دهنيه، وتنزلي عليها بايه؟ باللحمه المفرومه، لغايه لما تاخد وتدي مع بعضها شويه كده. تحطي عليها البهارات، ملح وفلفل وشطه وبابريكا وحبهان، وحبهان مطحون، قصدي حبهان مطحون، تمام، وورق لورا، وشويه سكر صغيرين خالص يديها تسكيره حلوه كده. هنسيبها تشكشك مع بعضها شويه، وتنزلي عليها كده بعد كده بفص من الثوم، وبعد كده تنزلي عليها بالبصل والفلفل الاخضر بتاعك، لو عايزاه حامي حطي حامي، ومعلقتين صلصه صغيرين. عارفه انت تقول بتحطش عليها صلصه، بس انا بحب اللحمه المفرومه يكون لونها بينك شويه او محمره شويه، ما بحبهاش تكون لونها بهتان. خلصنا اللحمه المفرومه بتاعتنا الخطيره، هنروح بقى نطبق الجلاش او الرقاق بتاعنا. هتجيبي الصينيه وتدهنيها كويس جدا بالسمنه او الزبده. هتجيبي الرقاق تسقيه بالشوربه بتاعتك، وانا عندي الشوربه هنا مش دسمه قوي حقيقه يعني، فانا هعمل ايه؟
بين كل ورقة والتانية هدهنها بالزبدة او بالسمنة. تمام، هحط اول ورقة وبعد كده هسقي برضو تاني ورقة، بس قبل ما احطها اكون دهنة الورقة اللي قبلها بالزبدة او السمنة. بحط قد ايه رقاق؟ انا بحب اخليه خفيف، يعني 3 تحت و3 ايه فوق. تمام. انا عن نفسي ما بحبش الرقاق يكون تخين قوي، بحبه يكون رفيع. هنحط اللحمه المفرومه زي ما عملنا تحت، هنعمل فوق بنفس الترتيب رقاق. هنشربه بالشوربه كده شويه او هنسقسقه بالشوربه، وعليه بين كل واحده والتانيه ندهنها بالزبده او السمنه. خلصنا، هناخدها نحطها فين؟ في الفرن على الرف الوسطاني لغايه لما تاخد اللون الخطير من تحت ومن فوق. تعالوا نقلب بقى العسل دي، قلبناها وتقطعيها وتاكليها بألف هنا وشفا. دي كانت وصفات النهارده بتاعتي، يا رب تكون نالت رضاكم واكون خفيفه على قلوبكم. اتمنى طبعا تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس. في حفظ الله رعايته، مع السلامه.